احنا تقريبا طول اليوم بنبقى ماسكين الموبايل، بس في الحقيقة معظم التطبيقات اللي عندنا بتبقى مش مفيدة فعلا. عشان كده النهاردة جمعت لك شوية تطبيقات هتخلي يومك أسلس وأسهل بكتير. فمن غير رغي كتير يلا نشوف ايه هي التطبيقات دي، واكيد هسيب لكم لينكات كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها النهارده في الديسكريبشن. فقبل ما نبدأ ونروح ياريت لو تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تنضم لعائلتنا ديومي المتواضعة، عشان احنا بننزل حاجات كتير وحاجات مختلفة، فأكيد هتلاقي حاجة منهم تعجبك. اوكي يلا بينا. تخيل معايا يبقى عندك شغل، مذاكرة، مواعيد وحاجات كتير بتتراكم عليك طول اليوم. طبيعي جدا انك تنسى نصها. هنا بقى يجي دور تكتك، تطبيق كأنه دماغ تاني جنب دماغك بس منظمة اكتر. بتكتب فيه كل اللي انت عايز تعمله النهاردة. عندي مذاكرة هخلص 10 صفحات من الكتاب ده، عندي تمرين، عندي درس. تكتب فيه كل اللي انت عايز تكتبه، وتقدر كمان تحط فيه قوائم منفصلة، قائمة للشغل، قايمة للدراسة، وقايمة للحاجات الشخصية. ومن المميزات في التطبيق ده انك كمان تقدر تحط تنبيه للمهام دي وهو يفكرك بيها في الوقت اللي انت تختاره. فكرة يا جماعة التودو ليست اليومية دي مفروض ما تبقاش رفاهية، لا هي المفروض تبقى حاجة أساسية علشان هي بتفضي دماغك وبتخلي يومك منظم أكتر. تخيل معايا كده بعد ما تخلص كل اللي وراك تقعد تعمل صح 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 كده على الحاجة اللي بتخلصها. يعني شعور رهيب وشعور حلو جدا. فانت بدل ما تخلي كل حاجة في دماغك، لا احنا بنستخدم التطبيق ده او اي تطبيق بتاع تودو ليست انت عايزه، بس انا بستخدم ده بقالي فترة فبجد بحبه وبيخلي يومي يعني منظم اكتر. تكتب فيه كل اللي انت عايزه وكل اللي انت وراك النهاردة، وبس تبدأ بقى تشتغل وتخلص وتعمل صح، تخلص وتعمل صح. ابلكيشن تحفة. ونيجي لواحد من اهم التطبيقات اللي ممكن اي حد يستخدمها علشان يرتب مواعيده، وهو جوجل كالندر. التطبيق ده تحفة جدا واي حد ممكن يعتمد عليه لو عايز ترتب مواعيدك. يعني مثلا بدل ما تفضل شايل في دماغك او كاتب على ورق ومنطوره في كل حتة ان انت عندك الاسبوع الجاي تسليم معين، او عندك مثلا محاضرة، او عندك ميعاد للدكتور، ميعاد تمرين، بس هو هيبقى بعد فترة. فبدل ما تفضل حافظ ده في دماغك مثلا ممكن تنسى. فبنستخدم جوجل كالندر بنحط فيه المواعيد بتاعتنا دي وهو بيفكرنا قبلها، وبرده بالوقت اللي انت تختاره. والتحفة في التطبيق ده انه كل حاجة بتبقى ليها لون معين. انت طبعا بتختار الالوان اللي انت عايزها، يعني مثلا بتخلي الشغل بيبقى ياخد لون، والمواعيد بتاعة الدراسة بلون، والمواعيد بتاعة الشغل بتبقى بلون، وهكذا. يعني فاهم، كل حاجة بيبقى ليها لون معين. فلما تيجي تبص مثلا كده على الشهر كامل، المواعيد بتاعة الشهر، فتلاقي كل حاجة منظمة وكل حاجة بلون. جوجل كيب تطبيق بيخليك تلحق الأفكار السريعة قبل ما تطير من دماغك. عارف كده لما في نص اليوم تلاقي ان في فكرة حلوة جت في دماغك، فانت بقى كل اللي هتعمله في ثانيتين بالظبط هتكتب الفكرة دي في التطبيق، وهتضمن ان هي ما تضيعش من دماغك. تطبيق بسيط جدا تقدر تفتحه بشكل سهل، واجهته سهلة جدا، تكتب فيها الفكرة اللي جت في دماغك بس كده. الفكرة بتاعتك تحط معاها صورة، تحط معاها صوت، وكمان تكتب عليها ملاحظات. ممكن تعمل تشيك بوكس جوه الفكرة بتاعتك. تقدر كمان تحط كل فكرة بلون معين. التطبيق سهل جدا وبجد فكرته حلوة ان هو بيخليك تلحق الفكرة قبل ما تضيع من دماغك. يعني بيبقى ساعتها كلنا عندنا افكار حلوة جدا بس تيجي في الوقت اللي مش مناسب. دلوقتي بقى تفتح الابليكيشن بسرعة، تكتب الفكرة بتاعتك وتضمن ان هي تفضل موجودة. نيجي بقى اكتر حاجة مظلومة معانا في الحياة وعلى وجه هذه الكرة الارضية، وهي المية. احنا دايما بنبقى مشغولين معظم اليوم وبننسى نشرب مية. فالتطبيق ده حلو جدا ان هو بيفكرك تشرب مية على طول. يعني مثلا بتحددوا سوا ان انتوا عايزين انت عايز تشرب كمية معينة من المية في اليوم، وهو بقى بيقسمها لك على اليوم ويقعد يفكرك كل شوية ان انت تشرب مية. ده مهم جدا لو انت من الناس اللي بتبقى دايما مشغول وبتنسى تشرب مية، او احنا مثلا في الشتاء فتلاقي ان معظم الوقت في الشتاء مش بنشرب مية كتير. فنزل الابليكيشن ده وهو كل شوية تلاقيه بيزن عليك عشان تشرب مية. الابليكيشن ده بقى بسيط خالص وظريف. فكرته كلها انك تكتب يومياتك بس بشكل رقمي. بيبقى كمان فيه باسورد بيحمي خصوصيتك، انه كله عشان محدش يشوف اللي انت بتكتبه.
بتكتب فيه اليوميات بتاعتك، بتقدر تحط فيه صور، تغير الالوان وتظبطه بالشكل اللي انت عايزه. بس بصراحة انا برجح دايما الكتابة بالورقة والقلم، ده طبعا احسن بكتير جدا ان انت بتكتب على ابلكيشن. ولكن برضو لو بتحب انك تكتب ديجيتال والحاجة معاك تبقى وتكتب بشكل سريع، فمفيش مشكلة، جربه. بس انا عارفة انك لو جربته وجربت الورقة والقلم هتختار الورقة والقلم. بس خلينا نقول مثلا لو انت في مكان ومحتاج تكتب حاجة حصلت ومهمة علشان ما تنساش لما تروح، تقدر تكتبه عليه ونروح ننقل ده في الورقة والقلم بتوعنا. متستغناش عن الحاجات المادية دي، بتبقى بجد مهمة جدا. بومو كات، التطبيق ده معمول على تقنية البومو دورو، وهي تقنية بتخليك تقسم أوقات المذاكرة. يعني مثلا بنذاكر 25 دقيقة أو ناخد 5 دقايق بريك، بنقعد على كده مثلا 4 مرات، وبعد ال4 مرات دول بتاخد بريك طويل. التقنية دي مهمة جدا علشان تحافظ دايما على تركيزك وتذاكر كويس. يعني التطبيق ده مفروض يبقى صديقك الصدوق وقت المذاكرة. وشكلي هرجع الابلكيشن ده قريب قوي، لان انا خلاص دلوقتي داخلة على امتحانات وكده، فايه بتلاقيني انا وهو بيست فريند ايام الامتحانات، فعلشان بيبقى بنذاكر ساعتها كمية كبيرة بقى وكده، فبنضطر احنا نقسم اوقات المذاكرة علشان نطلع بأكبر فايدة من الوقت بتاع المذاكرة ده. حلو، تطبيق بسيط لكن مفيد جدا، بيخليك تعمل فلاش كارد لأي كلمة انت عايز تذاكرها. يعني مثلا لو انت بتذاكر انجليزي او اي لغة تاني انت حابب تتعلمها، تاخد الكلمة بتكتبها وبتكتب ترجمتها من الناحية التانية، وهو بيعمل لك عليها بقى تدريبات كتير قوي بحيث ان انت ما تنساهاش وبيرجع لك عليها على طول. فمهم جدا تستخدم الابليكيشن ده لو بتتعلم لغة. نيجي بقى على اكتر حاجة بحبها في الموبايل بتاعي بجد، تطبيق بنترست. بنترست ده ممكن تقول عليه كنز للافكار. هو مكان بتلاقي فيه كل حاجة بجد انت عايزها، ديكور بقى، لبس، وصفات، افكار للمذاكرة، افكار مش عارفة ايه. هتلاقي هناك افكار لكل حاجة موجودة في العالم. ممكن كمان تعمل بورد وتحط فيها كل الحاجات اللي انت مهتم بيها. يعني مثلا لو مهتم بالفاشن واللبس والحاجات الحلوة دي، بتعمل لها بورد معينة ليها. بورد للسفر، بورد للدراسة، بورد للشغل وكده. يعني بتقعد تنظم عليه كمان كل حاجة انت بتحبها، وبجد هتلاقي عليه افكار لكل حاجة انت عايزها. تطبيق حصن المسلم هو تطبيق صغير جدا ولكن نافع بشكل كبير. ببساطة فيه كل الأذكار اللي محتاجها في يومك، أذكار الصباح، المساء، بعد الصلاة، قبل النوم، كلها موجودة ومتقسمة بشكل كويس خالص. ببساطة هو وسيلة تخلي ذكر ربنا عادة يومية وثابتة في يومنا. من التطبيقات اللي فعلا بتخليك تلتزم بالعادة اللي انت عايز تضيفها في يومك، بدل ما تقول انا هبدأ اقرأ او هبدأ اتمرن وهبدأ اعمل مش عارفة ايه، ويجي يعدي يومين وتلاقي نفسك نسيت اصلا انت كنت عايز تعمل ايه. التطبيق ده هيخليك تلتزم بالعادة دي وتعلم عليها كل يوم انك عملتها. ومع الوقت بتلاقي سلسلة كبيرة عريضة كده من الانجازات ومن العادة اللي انت عملتها. يعني مثلا انا عملت الحاجة دي 10 ايام، فبتلاقيها 10 مربعات كده قدامك شكلهم حلو قوي، بيخليك دايما تكمل في العادة اللي انت عايز تعملها عشان ما تكسرش السلسلة دي. من اكتر التطبيقات اللي انا شايفة ان هي مهمة اليومين دول بالذات. ليه؟ لانه تطبيق بيعرفك وقتك بيضيع فين بالظبط وعلى انهي ابلكيشن. يعني قاعد واكل شارب نايم في انهي ابلكيشن من الابلكيشنات اللي بتبقى ابلكيشنات. المهم ان الابلكيشن ده بيحسب لك انت ضيعت وقتك فين بالظبط، وانت بقى هنا يجي دورك انك تحط حدود لوقتك على الابلكيشن اللي انت بتضيع عليه الوقت ده. يعني مثلا نقول ان انت بتقعد 5 ساعات على الفيس، انا حاسه ان انت بتقعد اكتر من كده، بس لو بتقعد 5 ساعات على الفيس فانت هتقول لنفسك لا لا ده كتير قوي، هي كفايه ساعه ساعتين في اليوم. فتبدا تحط حدود لنفسك والابلكيشن هيفكرك بالظبط ان انت تعديت الحد ده. يا جماعة بجد من الحاجات المهمة اللي لازم تعملوها انكم تخلوا بالكم من وقتكم بيروح فين. يعني الوقت اللي بيضيع على الحاجات اللي ملهاش لازمة دي ياريت نستغله في حاجة مفيدة. يا جماعة مين اللي هيعمر العالم ومين اللي هيبني الدنيا برا لما كلنا قاعدين على الموبايلات هنا؟ بجد خلي بالكم من وقتكم بيضيع فين. اللي وراه مذاكرة يروح يخلصها، واللي وراه حاجات مهمة يروح يعملها، واللي كان مأجل حاجات علشان يعملها لما يبقى فاضي. حضرتك قاعد دلوقتي فاضي، روح اعمل حاجات اللي عليك.
بجد محتاجين نعيد تفكير كويس في الاوقات اللي بتضيع، وفي الاوقات اللي احنا دايما في الوقت اللي احنا عمالين نرميه ببلاش ده على الفيس ولا على الواتساب ولا على الانستجرام. انا مش بقولك تسيب كل ده، ومش بقولك ما تمسكوش تاني الموبايل، ومش بقولك ينعزل عن العالم. انا بقولك بس خلي بالك من وقتك بيروح فين، ويا ريت لو نعمل حدود. دايما اعمل حدود لاي حاجه في حياتك، هتلاقي الدنيا بقت زي الفل. طبعا دي مش كل التطبيقات المهمه اللي عندنا واللي المفروض نستخدمها. في ابلكيشنز كتير قوي لقيتها كيوت بشكل، يا جماعه الكياته دي والله بجد لقيت حاجات كيوت قوي. انا الصراحه ما استخدمتهاش، بس هبقى اعمل لكم فيديو عنها تاني. انا قلت بلاش نخلي الحاجات الكيوت لوحدها والحاجات العاديه لوحدها، ماشي؟ بس بجد لقيت ابلكيشن حلو قوي، يا بجد كيوت خالص. هبقى اقول لكم عليه الفيديو الجاي. فانا اتمنى ان يكون الفيديو ده ساعدكم بحاجه، اكيد ساعدكم ان شاء الله باذن الله يعني. فالمهم قولوا لي ايه اكتر ابلكيشن بتستخدموه مهم، حتى لو انا ما قلتوش قولي يمكن اضيفه في الفيديو الجاي. بس واتمنى انكم تقضوا يوم سعيد. باي.